مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في هذه الحلقة غادي نتكلموا على برنامج تسميد العمق لزراعة الذرة الموجهة لإنتاج الأونسيلاج. فكيف ما فات وذكرنا بأن برنامج تسميد الساس ديالو هو التحاليل ديال التربة اللي خاصها تدار في أول كل موسم فلاحي، زيادة على تحاليل الأوراق خلال الموسم باش نعرفوا شنو خصنا نجيبو ديال لانغري بلا زيادة ولا نقصان. وإلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد الذرة العلفية ديالك عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحوا بها ديما الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربه وديال الاوراق وكتطبق توصيات ديال المختبر اللي كيفسر فيه برنامج تسميد وكيفسر فيه الكميات اللي خاصنا نجيبو والاوقات المناسبه، زياده على معلومات على الحموضه والملوحه ونسبه المواد العضويه الى اخره. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، الطريقه الثانيه تقديريه كتعتمد على الطوناج اللي كنوصلوا ليه، وهنا كاين حسابات اللي يمكن لك اخي الفلاح تستعملها باش تحسب الكميه اللي خاصك ديال لانغري. فباش ننتج كل طن من الذره العلفيه خاصني نجيب من 3 الى 4 كيلوغرام من الازوت صافي، زائد من 2 الى 3 كيلوغرام من الفوسفور صافي، زائد من 3 الى 4 كيلوغرام من البوتاسيوم صافي. وكتحتاج الذره العلفيه كذلك الكميات مهمه من الكالسيوم 1 كيلوغرام، والمغنيسيوم من 2 الى 2.5 كيلوغرام، والكبريت 3 الى 3.5 كيلوغرام. لابد نعرف زياده على الاحتياجات ديال لانغري الوقت اللي خاصني نجيب سماد العمق. فبالنسبه للنظام السقي بالربطه كنجيب وقت الزرع 30% من الازوت زائد 100% من الفوسفور زائد 100% من البوتاسيوم. فمن الافضل استعمال بذاره او سموار اللي كيحط زريعه ولانغري في وقت واحد، ولازم الريكلاج ديال السموار يمكننا باش نحطوا زريعه بين 4 و5 سنتيمتر ديال الغرق، ولانغري 2 الى 3 سنتيمتر تحت الزريعه. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، وبالنسبه للنظام السقي بالتنقيط كيمكن نفرق الاحتياجات ديال العناصر الكبرى ونجيب وقت الزرع ديال الذره 30% من الازوت زائد 50% من الفوسفور و40% من البوتاسيوم، ونفرق الباقي في سماد التغطيه. ولهذا لازم نتحكموا في عمليه الضخ ديال لانغري بحيث نضبطوا الضغط ديال آلة الضخ والوقت الكافي لضخ لانغري مع مياه السقي. وبالنسبه للمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت ففي حاله النقص الكبير من الممكن نجيبوهم في التربه مع طباق الارض قبل الزرع في نظام السقي بالربطه ومع ماء السقي بالكوتا غوت وبكميات مهمه يمكن توصل لمعدل ديال 80 كيلوغرام من المغنيسيوم و60 كيلوغرام من الكالسيوم و80 كيلوغرام من الكبريت في الهكتار. وفي حاله النقص القليل او ظهور علامات النقص على الاوراق فكنعتمدوا على رشه الى 2 رشات على الاوراق. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، من بعد هذا الشيء كامل رد البال لازم نذكروك باللي في حاله ظهور الاعراض الخاصه بالنقص لعناصر اخرى او بيناتها التحاليل فلازم نجيبوا العناصر اللي خاصه بالرش على الاوراق بالنسبه للمواد اللي النقص ديالها خفيف. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.